جوهرة العراق تحول إلى فقاعة، ولكن لا، انتظر، فالعودة إلى الأضواء تبدو أقرب مما يتصور الجميع، والسيناريو سيكون سينمائيا بامتياز. رحلة إلى كومو في إيطاليا لم تنجح، ليهرب منها إلى نادي آلمير سيتي الهولندي على سبيل الإعارة، وهناك بدأ لاعب المنتخب العراقي مرحلة جديدة في مسيرته الكروية. ورغم أنه لم يشارك في المباراتين السابقتين، إلا أن صحيفة التلغراف الهولندية أكدت أنه يتأقلم بشكل جيد مع الفريق وينتظر بفارغ الصبر فرصته للمشاركة. أشارت الصحيفة إلى أن جاسم بدأ يكون صداقات مع زملائه في الفريق ويشعر بأريحية كبيرة، خاصة أن الجميع ينظر إليه كلاعب موهوب قادر على صناعة الفارق، وما يضمن له العودة المرتقبة بند في غاية الأهمية، لأنه بحسب العقد المبرم بين نادي آلمير سيتي ونادي كومو الإيطالي، فإن جاسم سيشارك في 65% من مباريات الفريق المتبقية في الدوري الهولندي. وينص العقد أيضا على أن الإعارة ستكون مجانية، على أن يتحمل النادي الهولندي فقط تكاليف السكن. لذلك فإن مشاركته في المباريات القادمة تبدو محسومة، وليس عليه سوى انتظار الفرصة المناسبة. أوضحت المصادر أن سبب عدم مشاركة جاسم في المباراتين السابقتين يعود إلى عدم جاهزيته البدنية، حيث يتابع الجهاز الفني للفريق لياقته عن كثب، وسيسمح له بالمشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي. فهل تكون بداية عودة جوهرة العراق إلى أضواء أوروبا؟